حلم الخلود الإنساني أو فيلم اسكندرية نيويورك قراءة فلسفية. يعد فيلم اسكندرية نيويورك آخر الأفلام الشاهينية الجبارة بالألف واللام من حيث الإمكانيات الإبداعية ولا سيما الغنائية الاستعراضية ذوي الرؤى الفكرية والفلسفية العميقة. ففيلم هي فوضى آخر أفلام شاهين بمشاركة خالد يوسف اتخذ منحنى سياسيا وغابت عنه الأغنية والاستعراض، فمساحة السياسة ولا سيما الداخلية فيه كانت أكبر من المساحة الفنية الفكرية الخالصة. وهي فوضى أول أفلام المنشور السينمائي السياسي، وذلك الاتجاه سيسلكه خالد يوسف في مجموعة أفلامه التالية. وعلى حد تعبير الفيلسوف السينمائي المعاصر جيل ديلوز عن دور السينما في العالم الثالث، حيث تلعب السينما دور التسوير السياسي للجماهير. أما فيلم اسكندرية نيويورك يتخذ منحنى فكريا فلسفيا عميقا خالصا، وطبعا فإن مساهمة يوسف شاهين في أكبر، رغم أن البعض نظر لفيلم اسكندرية نيويورك على أنه فيلم سياسي يرفض الإمبريالية الأمريكية والهمجية والبربرية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في الشرق الأوسط. فأمريكا تكيل بمكيالين وتقف داعمة للعدوان والاحتلال الصهيوني، ويلوم شاهين الشعب الأمريكي وليس الإدارة فقط، لأنه شعب يدار ديمقراطيا كما هو المفروض. كما أن شاهين وكما هو معلوم ذو ميل للاشتراكية الحالمة في مقابل المادية الأمريكية الباردة، ورغم ذلك فإن شاهين تعلم الفن في أمريكا وحلم كأي فنان بالحلم الهوليودي الأمريكي، وذلك قد أوضحه في فيلم حدوتة مصرية. ورغم صحة هذا التحليل السياسي للفيلم إلا أنه قاصرا، حيث يناقش الفيلم ما هو أعمق من الناحية الفكرية الفلسفية الخالصة. ولكن قبل الولوج لذلك علينا أن نعرف أن هذا ثالث فيلم يحمل اسم اسكندرية، وهي الوطن الإقليمي المميز لشاهين. فيلم اسكندرية ليه واسكندرية كمان وكمان وأخيرا اسكندرية نيويورك، وهي الثلاثية السكندرية عند شاهين كما يحلو للبعض تسميتها. وإذا أضفنا إلى هذه الثلاث أفلام فيلم حدوتة مصرية، فأننا نكون أمام فن السيرة الذاتية السينمائي عند شاهين، حيث يبدو شاهين مؤرخا لعصره وزمنه ومعبرا عن نفسه وهويته من خلال وطنه وإقليمه، فيخرج تاريخه صادقا بمعايير البوح السينمائي وباعتباره ذات صادقة معبرة عن الوطن الذائب في خلاجات يوسف شاهين. يلعب الفيلم على أشهر 5 وسائل لتحقيق نوع من الخلود الإنساني، والوسيلة الأولى والمعتادة والطبيعية هي بالإنجاب. فيتخيل شاهين أن له ولد أمريكي اسمه اسكندر، وأنه خاطب واحدة يهودية من يهود اسكندرية، وهو يعمل قراقص باليه متميز، ولكنه يرفض أن يكون من أصل عربي على اعتبار العرب همج لا حضارة لهم. ورغم ذلك هو من لحم ودم شاهين، يحب ويبكي على حاله وعلى فراقه. وقد أنجبه شاهين من علاقة قديمة مع فتاة أمريكية جميلة تدعى جينجر، ولكن علاقته بها تدمرت بعد أن اضطرت الظروف جينجر للعمل بالدعارة. والوسيلة الثانية والأهم التي يحقق بها شاهين الخلود هي الحب. فالحب يتحدى الزمن لأن طبيعته أبدية مطلقة، وهو يحكي بلسانه عن الفيلم بأنه قصة حب عاشت أكثر من 50 سنة، ويعبر في الأغنية عن أبدية مشاعر الحب بين الولد والبنت، هذه الأبدية التي تتحدى الزمان وتحوي لحظات شاعرية تم فيها ملامسة الأبدية والخلود بكل عمق. فالحب ذو طبيعة خالدة في حد ذاته، والإنسان يخلد من خلال الحب، فالحب يعيش للأبد. وسأتولى دور المرشد النفسي لأقول أن شاهين يقتنص من اللحظة العابرة الأبد الساكن فيها بالحب وعمقه. أما الوسيلة الثالثة لتحقيق الخلود فهي الوسيلة التي تحدث عنها أرسطو، وهي الخلود الثقافي من خلال الأعمال الإبداعية والفكرية كميراث وأثر
باقي يعيش بعد هلاك وموت الإنسان أو الفنان، وكيف كان لشاهين مساهمة كبيرة وعميقة في ميراث الفن السينمائي وانعكاسه الثقافي في الحياة الإنسانية. والدليل أننا ما زلنا نتحدث عن شاهين حتى بعد مرور أكثر من عقد على وفاته. إن خلود الإنسان، وهذا هو النوع الرابع من أساليب الخلود، هو بخلود الحضارة والثقافة الإنسانية التي وإن خبت في مكان على أرض العالم ظهرت في مكان آخر. فإذا كان ظهورها على وشك أن يكون أمريكيا فمرحبا بإسكندر، ومرحبا بوصول أفلام يوسف شاهين للجمهور الأمريكي الذي يحمل لواء الحضارة، لكنها كما يبدو حضارة على مشارف الأفول، وذلك نتيجة المادية المفرطة الباردة. ويحمل شاهين التحذير لهذه الحضارة بالاهتمام بالمشاعر الإنسانية والبعد عن الهمجية والكيل بمكيالين. إن شاهين يحذر الحضارة الأمريكية من التناقض والكيل بمكيالين والعنصرية، وهي دعوة خالدة في حد ذاتها. ويتقمص شاهين دور السلطة الأبوية للحضارة الأمريكية التي تبدو متناقضة مع ذاتها، ويدعو لاحترام الاختلاف. فالحضارة مفهوم إنساني من حيث التسامح مع الاختلاف واحترام الآخر والمعايشة معه أيا كان شكله أو جنسيته أو ثقافته. يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان. فالحضارة عند شاهين تقتضي خلوها التام من العنصرية، وهذا هو خلود آخر، خلود شاهين كمعلم للحضارة الإنسانية.